عايزه اقول لك انا ضربت، منعت من كل حاجه، عاقبت بكل الطرق اللي تتخيليها ولا تتخيليها، حتى المحايله واني اسايسه واخده على قد عقله واعمل له كل اللي هو عايزه واطول بالي عليه، ما جابش النتيجه نهائي. انا جربت كل الحلول. بصي يا ماما، الموضوع عامل زي كاننا عايزين ندخل البيت ولكن الباب مقفول، فبتقولي لي انا حاولت اخبط وانادي ومحدش فتح، انا معايا مفتاح حاولت افتح بس المفتاح ده مش بتاعه، او المفتاح مش راضي يفتح، او انا مش عارفه افتح الباب. فبرضه المشكلات اللي بتقابلنا سواء سلوكيه او اكاديميه وتحصيليه ما بتتحلش ان يكون عندنا اسلوب واحد، لا هي بتتحل بخطوات معينه، وخطوات لازم تكون صحيحه وليها وقت معين، مش مجرد التجربه وبس. يعني ايه؟ خلينا نتفق انه اول حاجه لازم يكون عندي تحديد المشكله، اسباب المشكله، وخطوات العلاج. نيجي بقى لان احنا نحدد الاساليب التاهيليه لحل المشكله. يعني لو انا عندي مشكله في الانتباه مثلا، او انا عندي مشكله في الذاكره، او انا عندي مشكله تحصيليه، مش هينفع احلها بانه انا اعزز الولد ان انا احله ان هو يذاكر، ولكن انا محتاجه احط ايدي على المشكله فعلا، ونعمل اختبارات تبين المشكله فين، ونحط برنامج تاهيلي وخطوات علميه عمليه لان احنا نعالج المشكله دي من خلال الجلسات. فدي اول حاجه. تاني حاجه الاساليب التربويه زي المنع والتعزيز، وازاي نستخدمهم، ومده الاسلوب نفسه، وامتى هستخدم ده ومش هستخدم ده، وامتى هصبر على الاسلوب نفسه لحد ما تبان نتائجه مع الطفل. تالت حاجه المتابعه او الوقت اللي انا هعمل فيه سواء الخطه او البرنامج التاهيلي، سواء في اساليب التعزيز او اساليب التربويه اللي انا بستخدمها، وان انا اتابع السلوك. الموضوع ما بيبقاش مره ولا اتنين ولا تلاته ولا شهر ولا اتنين، لكل طفل وعلى حسب حالته. فالموضوع مش انا استخدمت كذا، مش انا حاولت بكذا، مش حد قال لي كذا، لا، الفكره في الصوره الكامله او الكليه علشان نوصل للنتيجه المطلوبه. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير، ودمتم بخير.